دي ارض صحراء. دي كانت ارض صحراء صفراء تماما. جت شتلات البتنجان وشتلات الفلفل والكرنب دي اتزرعت يوميها. شتلات البرتقال اللي حضرتك شايفها دي، دول شتلات البرتقال. طب قبل ما اروح للشتلات البرتقال عشان تورينا الريس لما رماها اه هتسمح لي اروح اجيب بتنجانه اتفضل يا عشان فندم. ما يقولوش ان اتفضل. البتنجان حقيقي يا فندم اهو قدام حضرتك. ده انت تقريبا حضرتك هتسمحوا لي اقطع بتنجانه بس ده عشان ما يقولوش بتنجان بلاستيك. ها بالظبط انت كده. عارفين بتوع الاحباط اللي ما بيحبوش اي حاجه، بتنجانه كامله في الصحراء خلال 4 شهور هنقليها بعد شويه بالزيت وهناكلها ان شاء الله باذن الله. ففي 30/12 اتحط حجر الاساس هنا واطلقت شراره التنميه في منطقه الفرافره. نعم. من 30/12 لحد النهارده ده ال4 شهور اللي حضرتك شفت فيهم القمح بدل ما كان اخضر منعنع، الوقت خلاص لما بيجي موسم الحصاد القمح بيستوي، القمح بيطيب بالبلدي يعني كده، اصبح دلوقتي جاهز للحصاد. الفلفل والبتنجان اسمر. الفلفل يا فندم برضه موجود، يمكن قدام حضرتك برضه في فلفل ولا انه لسه صغير اهو. تعالى حضرتك الفلفل اهو. ده فلفل قدام حضرتك اهو. ادي فلفل بس مش هقدر اكله زي البتنجان، ممكن يطلع حراق يخلص عليا. ده فلفل، ده باكوره يعني الانتاج. عندنا فلفل وبتنجان في ارض صحراويه تماما. وعندنا بقى حضرتك شجر البرتقال ده، ال4 شجرات اللي جنب بعض حضرتك شايفهم دول اللي جه. ايوه ده حضرتك اللي سياده الرئيس وضيوفه وضعوا حجر الاساس. دي حضرتك الشجره دي ما كانش فيها ساعتها ظهور. الشجره دي حضرتك ضربت في الارض، دقت في الارض بالبلدي يعني، ثم ظهرت اهي حضرتك ظهور البرتقال باينه بيضه، ممكن الكاميرا تجيبها. يعني دي ما كانتش، احنا ما جبناهاش حطيناها ولا بلاستيك ولا حاجه، لا ده شجره حقيقيه اهو. بدا ايه بدا اهو البرتقال اهو. ده برتقال صغير. البرتقال صغير اهو. يقدر حضرتك يصوره اهو.